بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض صينية سمك ماكريل بتتبيلة خطيرة جدا جدا وطعم مفيش بعد كده. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا كيلو سمك ماكريل متقطع على كل سمكة على 3. هنغسله غسلة نظيفة ونحطه في مية وخل وملح لمدة 10 دقايق، وبعد كده نشطفه زي كده، وبعد كده نعمل التتبيلة بتاعته. أولا هنجيب راس توم مفرومة ونحطها، وبعد كده بنجيب معلقة هريسة احنا عاملينها في البيت وانا عملت لكم الفيديو بتاعها. وبعدين بنعصر، بنجيب معلقة ملح صغيرة ومعلقة كمون ومعلقة فلفل صغيرة. دي كل المكونات وما تزوديش على كده. لو انت طبقتي بالطريقة دي استحالة هنعملها. وبعد كده هنحط الليمون بتاعنا، لان اساس السمك الليمون. الليمون بيبقى خطير 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 في السمك. بعد كده بنخلطهم مع بعض. ونجيب السمك ونتبلهم فيه. التتبيلة دي خطيرة جدا جدا جدا، يا ريت تجربوها. والطريقة اللي أنا هعمل بيها صينية السمك أول مرة تشوفوها، طريقة جديدة. لانج لانج لانج. هنفتح السمكة للآخر ونعبيها فيه، نحطها في التتبيلة كده، ونجيب ونرصها تاني. كل السمك نعمله كده، نفتحه ونعمله في التتبيلة. فالطريقة دي بتخلي السمك يتشبع بالتتبيلة بتاعتنا، وبنركنه لمدة نص ساعة لحد ما تتشبع كل السمك بالتتبيلة بتاعتنا. فياريت اللي وصل معايا هنا ياريت ما يكمل معايا الفيديو، لان فيه تكات هتشوفوها اول مرة يعني هتعتمدوها عندكم في السمك كله. كده تبلنا كل السمك بتاعنا، وهنركنه زي ما قلنا لمدة نص ساعة او ساعة. وبعد كده نعمل الصلصة بتاعتنا. هنشوح البصل، مش هنعمله ني، هندبله تتبيل. ندبل البصل بتاعنا، نحط الزيت بتاعنا وندبله لحد ما يدبل معانا، ونشغله على نار حامية. وبعد كده ننقله على العين الصغيرة ونوطي عليه النار شوية. وبعد كده نحط الفلفل الألوان بتاعنا، نحط له فلفل ألوان وندبل الفلفل الألوان برضو شوية. لما بتدبليه كده بيديكي طعم وحلاوة، ومفيش يعني هتلاقوا الزفارة بتاعت السمك مش هتلاقوها فيه. احسن ما تعملوه نيف 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 نيف، ده بيديها طعم وحلاوة ومزازة. وهتعتمدوا الوصفة دي بعد كده بنجيب الطماطم متقطعة مربعات كده ونحطها ونشوحها شوية، ونحط الملح بتاعنا. بعد ما تدبل الطماطم شوية كده وتاخد شوية تشرب من البصل والفلفل والحاجات دي، بنبتدي نحط التوابل. عن معلقة ملح صغيرة ومعلقة كمون
ومعلقة فلفل. ونقلب كل المكونات دي بتاعتنا كلها، ونحط معلقة بابريكا صغيرة كده معاهم، بتدي لون وطعم جميل في السمك. نبتدي نقلبهم كده، وكده خلاص ابتدت التسبيكة بتاعتنا. ونجيب مع حزمة شبت على كزبرة نحطه عليهم ونطفي على طول عليهم. ما نخليش الشبت والكزبرة يتبلوا، لان هيتبلوا في الصينية، لان احنا هنحطهم في الفرن دلوقتي ياخدوا السوا بتاع السمك. كده خلصنا. هنجيب الصينية بتاعتنا، هنجيب بطاطس عاملينها شيبسي، هنفردها من تحت، بتدي طعم جميل البطاطس لما تتعمل كده، بس مش عاملينها صوابع ولا عاملينها مكعبات، عاملينها شيبسي زي اللي بنعملها في شيبسي ونحمرها. اجمل واحسن بكتير من البطاطس، يعني عبارة عن فرش من تحت بس. بناخد نص الخلطة ونحطها على البطاطس دي. نص الخلطة هناخدها ونفرد عليها نفردها على البطاطس. وطبعا احنا حاطين زيت كفاية في الخلطة دي، فمش هنحط زيت تاني في الصينية. بنغطي كل البطاطس، ما نخليش اي جزء بطاطس ظاهر. وبعد كده نجيب السمك ونرصه عليه كده. اتشرب السمك في الوقت اللي هو قاعد فيه، نحط السمك نرصه بقى. نرصه كده في البطنية، نخليه بالعكس، والقشرة تكون من فوق، الجلد بتاعه بيكون من فوق واللحم يكون من تحت، ونرصه بالطريقة دي. ونجيب السمك الصلصة الباقية ونحطها عليه. نحط الليمون اللي كان احنا قطعناه، ونجيب الصلصة نفردها عليه. ريحته من قبل ما نعمله ريحة خطيرة جدا جدا، في منتهى الحلاوة. بعد ما بنفرده كده بنحط له نص كوباية مية، نص كوباية مية، عشان لحد ايه ما تتسبك معانا الحاجات دي. لان احنا دلوقتي الحاجات احنا شلنا منها المية كده بالتسبيك بتاعنا، بنحط نص كوباية مية بيطلع معانا بالشكل ده. ريحتها تجنن، جايبة لآخر الشارع، ومعاها طبق السلطة وطبق رز، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم.